تعرفوا عن مباراة الأهلي وحرس الحدود اللي هتتلعب بكرة الساعة 5 على استاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة من الدوري المصري، من حيث تاريخ مواجهة الفريقين والتشكيل المتوقع وتوقعاتنا للمباراة، هتعرفوا هنا مش عند أي حد تاني. لكن في البداية ما تنساش تصلي على النبي وتدعمنا بلايك وشير وكومنت عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على تاريخ مواجهة الفريقين. فريقين يا صديقي اتقابلوا 35 مباراة، قدر النادي الأهلي يفوز في 29 مباراة، وحرس الحدود قدر انه يفوز في مباراتين فقط، وكان التعادل في 4 مباريات. قدر النادي الاهلي انه يسجل 66 هدف في شباك حرس الحدود، وحرس الحدود قدر انه يسجل 16 هدف في شباك النادي الاهلي. اما عن التشكيل المتوقع يا صديقي فهيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي، 2 قلب دفاع ياسر ابراهيم وياسين مرعي، جنبهم كوكا في ناحية الشمال ومحمد هاني في ناحية اليمين. في وسط الملعب هيكون مروان عطية واحمد رضا ومحمد مجدي قفشه، قدامهم اشرف بن شرقي في ناحيه الشمال وحسين الشحات في ناحيه اليمين، ومهاجم صريح هيكون جرادي شور. عن توقعات المباراه يا صديقي فهسيبها لك انت تقولها لي في الكومنتات. الاهلي هيقدر يفوز على حرس الحدود كام في البروفه النهائيه قبل مباراه الزمالك؟